قاعدة ثابتة بتقول كالآتي: إنك لا يمكن تقدر تغير حد لو أنت عايز تغيره، إلا في حالة واحدة بس، لو هو مقرر إن هو يتغير ومحتاج مساعدة، لكن هو ده قراره. في الآخر الموضوع مش في إيديك، عشان اللي بيبني أي حاجة أو بيبني حياة على أي حاجة غير كده هو بيضحك على نفسه. في نفس الوقت في حاجة حلوة جدا: مين بقى اللي انت تقدر تغيره لو انت عايز تغيره؟ هو انت نفسك. انت لو مقرر انك تغير نفسك، اكيد انك تعدل اللي انت شايفه هو مشاكلك، سواء في طريقتك في شخصيتك في اي حاجة انت شايفها. واكيد مش انا اللي هقول، عشان انت ادرى واحد بنفسك. بس انت محتاج تفهم نفسك، تقعد انت ونفسك كده تشربوا كوبايتين شاي وتشوف مشاكلك، متجمعش مشاكلك كلها مرة واحدة عشان ما تحسش ان الدنيا مكركبة. لو انت قررت فجأة انا هصرح مع نفسي تشوف الدنيا وحشة ما فيها حاجات كتير، لا خالص. هو اقوى قرار اصلا واكتر حاجة ايجابية انك تاخد القرار ان انا ابدأ اغير في نفسي. اشتغل على اللي انت عايز تغيره حاجة حاجة، ما تكركبش نفسك، وحط حاجة صغيرة بس في حساباتك وانت بتحاول تشتغل على نفسك. حط ربنا في العموم عشان تعمل حسابه في تصرفاتك، وعشان يبقى مشجع وتبقى فرحان بنفسك قدام ربنا أول حد. انت بتجتهد تعمل اللي عليك. مثال مثلا يا سيدي، يعني ايه؟ يعني حاجة انت مثلا مش كويسة بتعملها، حاول تقف مع نفسك بطل تعملها. ايا كان، ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا او حاجة كبيرة جدا، ممكن تكون عادة زي البيبسي بس مش اكتر، ممكن تكون حاجة اكبر من كده. ايا كان ايه، اختار حاجة واحدة بس وحاول توقفها لو هي مش كويسة، سواء مضرة عليك لصحتك لشخصيتك، حاجة في عاداتك، او العكس. او جرب حاجة حلوة، تصرف كويس انت ما عملتوش قبل كده او كنت بتعمله وبطلته، جرب تبدأ تعمله. يمكن لما ترجع تعمل الحاجة الكويسة دي تحس انك انبسطت وتحس بسعادتك، او تحس بمردود ليها جواك نفسيا هيريحك وهيبسطك. لو انت عملت اي حاجة تصرف جميل، في احسان، في محبة، في عطاء، حاجة من هذا القبيل يعني. اعرف طول ما انت بتغير في نفسك وتشتغل على مشاكلك، انت بتبقى احسن، انت بتطلع خطوة قدام، انت بتخلي حياتك احسن وحياتك طعمها هيبقى احلى. فانت كل ده مرتبط بافعالك انت، والعائد بتاعه راجع على حياتك وعلى سعادتك في الدنيا. ربنا يفهم كلنا نفسنا كده، وربنا يسعدنا جميعا.